بسكوت الزبدة الفاخر اللي بتحبي تشتريه من المحلات، أوعدك هتعمليه أحلى مليون مرة من أنا المحلات. عملته النهارده بشكلين أحلى من بعض، وكمان الجديد بقى هنعمل بسكوت الزبدة بتاعنا النهارده بطعم وريحة البرتقال اللي هتقلب البيت عندِك كله من ريحته الحلوة، بجد مكون واحد هتحطيه عليه بجد هيقلب معاكِ ريحة البسكوت بتاعته للبيت كله، يحلف إن أنتِ يعني عاملة شوية بسكوت أحلى من بتاع برّه، مكون واحد بس. هيخلي بسكوت الزبدة أحلى وأطعم وأحلى بسكوت عملتيه في حياتِك. بُصّوا النقشة بتاعته ثابتة، النقشة بتاعته ما راحتش حتى بعد التسوية، وكمان هاقول لِك على التسوية المضبوطة اللي تخلّيه مقرمش من برّه ومن جوّه وفي نفس الوقت دايب وبيدوب كده في البُق وأنتِ بتاكليه. تابعي الفيديو للنهاية عشان أقول لِك على المكون اللي هيخلّي البسكوت بتاعِك زي العسل. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايكات حلوة كتير، وشير مع أصحابكم عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات. أول حاجة كده بنبتدي إن إحنا نجيب طبق غويط معانا، وباجيب هنا كوباية من الزبدة. أنا معايرة الزبدة بتاعتي وضغطاها في قلب الكوباية، لازم تكون مضغوطة كده عشان المعيار معاكِ يكون مضبوط، وهابتدي إن أنا أجيب الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ، وفي نفس الوقت تكون ماسكة نفسها عشان برضه وأنتِ بتضربيها تكون سهلة بالنسبة لِك، وكمان هنعمله من غير مضرب كهربا، هنعمله بالمضرب اليدوي. مقدار الزبدة بالجرام 250 جرام، أو بالكوباية المعيارية اللي أنتم شفتوني باعمل بيها دي، تكوني ضاغطة الكوباية كده عشان المعيار يكون مضبوط زي ما قُلت لِك. هتبتدي إن أنتِ تحطي الزبدة بتاعتِك وهتحطي عليها نُص كوباية من السكر، السكر لازم يكون بودر ولازم تنخليه كويس جدًا عشان بيبقى فيه لسه حبيبات كده ما نعومتش معاكِ. وزن الكوباية بالجرام بيكون 125 جرام من السكر البودر. بابتدي بقى إن أنا أحط هنا البيض بعد القوام معايا ما فتح بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لازم الزبدة بتاعتِك بعد ما تضربيها تفتح معاكِ بالشكل ده وتكون كريمية كده ولونها يبقى فاتح معاكِ. هتنزلي هنا ب2 عدد بيض، هتنزلي واحدة بواحدة، بس في الخطوة دي مش هتقلّبي كتير، مجرد إن البيض بتاعِك ما يختفي معاكِ بتنزلي هنا بقية المقادير بتاعتِك. خطوة مهمة أوي لازم تحطي البيض بدرجة حرارة الغرفة أو بدرجة حرارة المطبخ علشان هنا ما يفصلش الزبدة بتاعتِك. لازم ننزل هنا بالبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ عشان لو طلع من التلاجة هيفصل معاكِ الزبدة. باحط هنا نُص معلقة كده من الفانيليا، وابتدي إن أنا أدوبها مع الخليط بتاعنا، وهانزل هنا بربع كوباية من ووزن الزيت بتاعنا بالجرام بيكون 70 جرام من الزيت. بس كده هابتدي بقى إن أنا أقلب كل المكونات بتاعتي كويس جدًا مع بعضها بالشكل ده، تقليب بسيط كده لغاية كله ما يختفي مع بعضه. بانزل هنا بنُص كوباية تكون مليانة كده من عصير البرتقان الفريش بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، عشان برضه هنعمله هنا بطعم البرتقان. لو أنتِ مش حابة تعمليه بطعم البرتقان ممكن تنزلي بنُص كوباية من اللبن، تمام كده. بس النهارده عايزة أقول لِك اعمليه بالبرتقان عشان هيطلع نكهته حلوة أوي. هاحط عليه المكون اللي قُلت لكم عليه اللي هيخلّي البسكوتة كده طعمها في حتة تانية خالص، وواخدة النكهة المضبوطة، والريحة بتاعتها تقلب معاكِ البيت كله. والمكون ده باجيبه من عند العطار اسمه روح البرتقان، بتكون إزازة صغننة كده زي ما أنتم شايفينها، بتجيبيها من عند العطار، قولي له أنا عايزة روح برتقان أو ريحة البرتقان، تمام كده. بتكون سايلة زي ما أنتم شايفينها كده. بعد كده بانزل بالدقيق بتاعي، بانزل بكوبايتين ونُص من الدقيق، وأحط عليهم دي مش كمية الدقيق كلها، لسه أنا بانزل هنا بدقيق واحدة واحدة، وأحط عليهم نُص معلقة كبيرة كده أو معلقة تكون مش مليانة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مش مليانة من البيكنج باودر، تمام كده. وهابتدي بقى إن أنا أقلّب كل المكونات بتاعتي. أنا حطيت الأول كوبايتين ونُص، وزن الكوباية بيكون 250 جرام. بتبتدي برضه الكوباية نفس الكوباية اللي إحنا عايرنا بيها بقية المكونات بتاعتنا بالمعلقة، وبالتالي بتقلّبي بالشكل ده. برضه زي ما قُلت لكم أنا بانزل هنا بالدقيق مش الكمية دي كلها، أنا بانزل واحدة واحدة كده لغاية أمّا آخد القوام المضبوط، وقوام الكيس يكون مضبوط معاكِ ما يوجعش إيدِك، وبالتالي ما يكونش البسكوتة ناشفة معاكِ في الفرن. لازم تقلّبي البسكوت قصدي العجينة بتاعتِك واحدة واحدة كده. أخدت معايا على المقدار ده 4 كوبايات دقيق. طبعًا بتكوني نخلاهم كويس جدًا، جدًا عشان تدخّلي في البسكوتة كده هوا، وبالتالي تطلع معاكِ كده تكون ناعمة وتكون هشة كده وأنتِ بتاكليها. بُصّوا، بس أنا بانزل هنا الأول بكوبايتين ونُص، وبعد كده لو احتجت بانزل هنا ببقية ال4 كوبايات بتاعتي حبّة بحبّة. وطبعًا أنتِ ممكن تستخدمي أقل من كده، ممكن تستخدمي يعني 3 كوبايات ونُص من الدقيق، على حسب بقى نوع الدقيق بتاعِك وشربه للسوايل، تمام كده. يعني 4 كوبايات زادوا أو قلّوا، فأنتِ
انت لازم هوريكِ دلوقتي سمك العجينة بتاعتِك والقوام بيكون بتاعها. طبعًا ما تزوديش في الدقيق بتاعِك عشان ما تنشفش معاكِ وتكون إيه، ما تعرفيش تنزّليها من الكيس بتاعِك، عشان هنعملها بالكيس لازم تكون طرية شوية. بُصّوا أنا استخدمت هنا البلبلة بتاعتي أو القمع زي ما أنتم شايفين هنا بيكون 8 FT، ده رقم البلبلة بتاعتي، ويعني هي بتكون بتاعة بلح الشام. بُصّوا أنا يعني باعمل بيها بلح الشام برضه. حطيتها هنا في الكيس الحلواني بتاعي، وبعد كده هاحط العجينة بتاعته، وزي ما قُلت لكم كده لازم تكون العجينة غير طرية طبعًا شوية. قوام المكنة خالص بيكون قوام العجينة متماسك علشان عشان ما يكونش بيلزق في المكنة بتاعتِك. بس كده حطيت العجينة بتاعتي، وما تزوديش في الكيس برضه عشان تعرفي تشتغلي كويس. باجيب الصاجة بتاعتي، أنا مش بادهنها أي حاجة عشان طبعًا البسكوتة عمرها ما هتلزق معاكِ عشان هي واخدة كمية دهن كويسة، يعني كمية زبدة كويسة وبرضه زيت. بس كده بُصّوا أنا هنا بانزل البسكوتة بتاعتي عدلتها إن أنا باعدل إيدي وأنا باحط البسكوتة بتاعتي وبعد كده باتنيها، هاوريكم أهو. بُصّوا أنا هنا عادلاها وبعد كده باتنيها وأسحب البسكوتة وبعد كده أعمل لها قصدي وردة في الآخر. بُصّوا، ده بيكون شكل حلو أوي زي بتاع برّه بالضبط، والبسكوتة بتطلع مضبوطة معاكِ بالرسمة بتاعتها. بُصّوا باعدل إيدي وبعد كده وأنا باسحب عشان السحبة دي هترفّع معاكِ شوية كده من النُص علشان تدّي معاكِ الشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبعد كده تعملي لها وردة في الآخر. بُصّوا أنا باعدل إيدي وبعد كده باسحبها من النُص عشان بالتالي تكون رفيّعة من النُص زي ما أنتم شايفين كده، وإيه واخدة شكل الوردة من الأول ومن الآخر. ده بتكون الرسمة دي حلوة أوي زي بتاعة برّه كده، والشغل إيه، شغل حلواني على أصول عشان تكوني محترفة كده وأنتِ بتعملي شغلِك. بُصّوا بابتدي بقى إن أنا هاعمل معاكم كمان شكل تاني وهاوريه لكم. أنا عايزة أقول لكم حاجة، قوام العجينة بتضبطيه إزاي، بتحطي إيدِك كده على العجينة، لو لزقت معاكِ أوي يبقى هي محتاجة دقيق تاني، لو ما لزقتش معاكِ أوي بتكون كده مضبوطة وبتشتغلي على طول بيها في الكيس. هاعمل معاكم الشكل التاني وهو شكل الوردة زي ما أنتم شايفين كده. بتبتدي إن أنتِ تلفي تضغطي وأنتِ بتلفي كده حوالين داير لغاية أمّا تلزقيهم في بعض. بُصّوا أهو. بتلفي وبعد كده يعني تقابليها في الناحية التانية، بتكون بتدّي الشكل الحلو ده معاكِ. ولو عايزين بقى تحطّوا يعني لوزاية، تحطّوا يعني أي حاجة كده من المكسرات في الحتّة اللي هي آخر حتّة إحنا عملناها دي. بُصّوا آخر حتّة دي بتحطّوا بقى أي مكسرات كده بتكون شكلها حلو أوي. بس كده. بس أنا خلّصت بقى الشكلين بتوعي أهُم، شكلهم تحفة الصراحة، وشكلهم هيعجبكم أوي. بس كده باخلّص معايا الصِّجام بتاعتي، وبعد كده باشغّل الفرن بتاعي على أعلى درجة، باسخّنه كويس جدًا، وبعد كده باحط البسكوت بتاعي على الرف الوسطاني، وما اشغّلش من فوق لغاية أمّا يدّي معايا اللون الحلو من تحت، وبعد كده باشغّله شوية من فوق في الآخر خالص، بس لازم يكون درجة حرارة الفرن بتاعِك توطّيها خالص على الهادي، على أقل درجة عندكم في الفرن بعد ما تدخّلي السِّجام بتاعتِك، توطّي خالص تهدّي النار خالص عشان ياخد معاكِ التسوية المضبوطة، ويكون مستوي ويكون مقرمش وما يكونش إيه طري لمّا يخرج بعد كده ما يطراش معاكِ بسرعة، ماشي، وبرضه يستوي معاكِ ويكون هَش معاكِ. بُصّوا بيكون بالشكل ده. ما شاء الله طالع بجد ولا غلطة. خدي بالِك من التسوية عشان بجد التسوية دي اللي بتضبط معاكِ الحاجة في الآخر. بُصّوا ما شاء الله واخد معايا اللون الدهبي من تحت ومن فوق وحاجة كده ما شاء الله تحفة. والرسمة بتاعته عايزة أقول لكم إن هي زي ما عملناها في الأول، زي ما طلعت من الفرن لا فرشت ولا حصل لها أي حاجة. ما شاء الله حاجة كده بجد يعني مقادير مضبوطة، وإن شاء الله هاسيبها لكم عشان تجربوا المقادير دي وهتضبط معاكم من أول مرة. واخدة اللون الدهبي البسكوتاية من فوق ومن تحت وبتقرمش معايا وفي نفس الوقت بتدوب كده وبتدوب في كوباية الشاي اللي هتعمليها إن شاء الله. بصوا عاملة ازاي الرسمة بتاعتها ما راحتش منها من البسكوتاية، وما شاء الله واخدة اللون الحلو أوي. شايفين بقى جربوا الوصفة بتاعتنا إن شاء الله وهتعجبكم. شايفين ما شاء الله بيقرمش كده وفي نفس الوقت هش من قلبه وفي نفس الوقت بيدوب كده وانتي بتاكليه. جربوا المقادير بتاعتنا دي النهارده، وجربوا حطوا المكون اللي انا قلت لكم عليه عشان بجد هيطلع معاكي شويه بسكوت ريحتهم تجيب لاخر الدنيا. شايفين ما شاء اتمنى يا الله. بنات تدعموني بلايكات حلوة كتير على الفيديو بتاعنا النهاردة عشان غيركم يستفيد وناس كتير تشوف الفيديو بتاعنا وتدعي لكم عليه دعوة حلوة لما تشيروه مع أصحابكم. ويا رب كده تجربوا الوصفة وتعجبكم، واشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.